عليكم اخواتي صباح الفل. انا وصلت ارض المعركه، وصلت ارض المزرعه، وجيت لقيت الميه مصفره شويه زي ما انتم شايفين، فحطيت الخرطوم قلت نغير مع الميه مع بعض. تمام. الميه مصفره سيكه مش وحشه يعني هو بصراحه يعني انا يعني احمد ربنا على الاصفرار لحد كده. تمام. صحه الزرع مستقره، مفيش حاجه ملحوظه مضايقاني، ومفيش حاجه كويسه شداني. والله تصدق مطلع اغنيه حلوه. مفيش حاجه ملحوظه شداني غير بس الحمد لله في استقرار في الجمبري اهو. الحمد لله الجمبري موجود اللي نزلناه امبارح. هنستنى الناس لحد ما تخش اللايف. ما شاء الله تبارك الرحمن. حبيبي الذهاب ربنا يبارك لك يا رب. انا جبت ستاند للموبايل مخصوص عشان خاطر الموضوع ده. طيب كده شايفيني تمام؟ طيب عشان في هزه في التليفون. جماعه الناس اللي في اللايف عقبال ما نغير ميه كده، عقبال ما الناس ما تيجي، عايزين نعمل شراء على جروبات الواتساب ونعرف الناس عشان تيجي تتعلم معانا. كل يوم نفضل نقول القصه دي. ثواني بقى كده ايه نشغل نسحب ميه. بصوا المفروض تغيير الميه اللي بيتم فيه، عشان بس ان احنا بنتكلم باي كلام صح. حبيبي استاذ سمير منور الدنيا يا باشا. درجه حراره الحوض كام يا كبير ودرجه حراره الغرفه كام؟ بصوا درجه حراره الغرفه كام هقول لك. درجه حراره الغرفه جايبه 31 اهي. تمام. درجه حراره الميه عشان انا مشغل مراوح جامد بس، فالحمد لله هي نازله لل 26 اهي. يعني ممكن نقول 27، هي في النص اهي عند 27 كده. تمام. بس هو الترمومتر جاهز اهو. المفروض ان احنا بنشد 25% من حجم الميه. لطيف لطيف. طيب ده الكلام ده هنقيسه ازاي؟ مثلا احنا هنقول ارتفاع الجرش اهو 30 سم، 30 15 7 سم، 7 سم. يعني هي كانت مليانه لحد هنا تتسحب لحد هنا. تمام. حبيبي استاذ سمير على راسي والله تحت امرك. استاذ احمد ما شاء الله الحوض جميل هانت وهاخد منك زرع يا باشا على راسي والله. المزرعه وصاحب المزرعه تحت امرك. بص يبقى احنا كده حسابنا احنا هنسحب ميه لحد فين؟ لحد العلامه دي اللي هي 25% من ميه الحوض. تمام. عشان المعلومه دي بس احنا ما قلناهاش ايه قبل كده. يبقى احنا هنسحب لحد ما العلامه دي توصل. لما توصل للعلامه دي يبقى ارفعوا ايديكم فوق وحد يزعق الله يبارك لكم. انا محضر هنا مجموعه نباتات هنزرعها جديد. انا محضرها اهو وهوريكم هنعمل ايه. يعني ربنا يسهل. احنا شغالين برضه ستيب باي ستيب كده واحده واحده، وبنحاول ان احنا الفلتر هيكرتش علينا جامد. بنحاول ان احنا ايه نمشي واحده واحده كده عشان الناس تبقى عارفه برضو ايه اللي بيحصل وبنعمل ايه. فانا بالنسبه لي استقرار الحوض وموضوع البكتيريا وكده، فانا طبعا بستخدم اللي هو المنتج بتاع الجرود باكت اللي معايا زي ما انت هتشوفوا دلوقتي. بعد ما اخلص انا هحط سيكم. انا معايا سيكم اهو. تمام. هحط اعالج الميه وبعد كده هنزل بالبكتيريا عشان تظبط لنا الايه الدنيا. انا شايف من وجهه نظري وتقييمي للحوض في بعض النباتات استجابت وشغاله، وفي بعض النباتات لسه ما استجابتش ومفيش تطور ملحوظ.
فكده كده احنا بنصور كل يوم، وكده كده انا باخد صور جنب بعضها عشان خاطر نعرف احنا رايحين لفين وجايين منين، عشان اكيد اكيد في دروب جاي. عمر ما الدنيا هتمشي كده يعني، اكيد اكيد في حوار هيحصل، بس ايه هو الله اعلم. بس فهنسحب ميه وهنملى ميه دلوقتي. دي ميه حنفيه عاديه جدا يعني. مشكلة يا اخويا محمد، عندي 32 وللأسف الزرع أغلبه وقع. ما هو بصراحة الحرارة مبهدلة الدنيا. حبيبي يا أستاذ محمد، منور الدنيا، منور اللايف يا باشا. يا جماعة احنا عايز أسألكم سؤال كده للناس كلها، الناس مستفادة في معلومة بتتقدم، ولا حاسين إن احنا بنهري وبنقول كلام ملوش لازمة أو كده؟ يعني بنقدم محتوى كويس ولا انتوا شايفين ايه الدنيا؟ انا عايز تقييمكم برضو للوضع العام، واللي عنده اقتراحات او تطوير او عنده حاجه سلبيه هو شايفها يقول لنا عليها برضو عشان نطور من نفسنا. انا يعني بشكل يومي حاسس ان انا خلاص يعني هنجيب اكل وغدا ونقعد نتغدى مع بعض، احنا بقينا قاعدين مع بعض بشكل يومي مع بعضنا يعني. فاللي عنده اي اقتراح او شايف اي سلبيه، انا كل يوم انتوا بتقولوا لي على حاجات وانا والله العظيم بعملها يعني، كل ده ارضاء ليكم الحمد لله. لا يعني مستني صيت ولا مستني حاجه ولا مستني فلوس ولا بيطلع لي حاجه من ورا الموضوع ده. مش تقولوا يا جماعه ان الحوض اتملى، الحوض اتسحب؟ مش نعمل بقى كده الايه؟ يلا جبت لكم نوع زرع كمان. دي هنا معايا النهارده هتبقى حلقه ايه؟ مليانه قنابل. الحوض بيملى اهو، احنا مع بعض بقى زي ما انتم شايفين كده الحوض بيملى. انا عندي بس مشكله تقنيه، ان الاسطوانه بتاعت الغاز خلصت، فهغيرها. تحبوا تيجوا معانا في تغيير مانوال الاسطوانه ولا ايه؟ ولا خلوكوا هنا مع الحوض؟ حبيبي يا استاذ حبيبي يا استاذه مي، ربنا يحفظك يا رب. يا باشا شهادة حق حضرتك أكتر حد شفته متاح للناس ومش بتتأخر على حد. حبيبي والله ربنا يجعلني دايما سبب خير ليكم، ودايما يعني أقدر أكون سند ليكم دايما والله وعون يعني. أستاذ محمد نجيب لحقتنا يا باشا أهو. يلا حبيبي يا رامي، منور الدنيا. أستاذ محمد سليمان منور اللايف. يا نهار أبيض، كفارة يا باشا، أنا بقالي كتير أوي مشفتكش. يا لهوي على الجمال ده الحوض، والله العظيم اللايف نور. استاذ محمد سليمان معانا في اللايف يا جماعه. حبيبي يا باشا، يعني منور الدنيا والله. استاذ محمد فتحي بصراحه الله ينور عليك، شرح بسيط وبتتكلم في كل تفصيله، وكمان بتشرح كل خطوه بتعملها وليه بتعمل كده. الواحد اليومين دول بقى متعلق بالحوض وبقى عاوز يشوف وصل لايه،
وهيتعمل ايه. لا ده مشوار كبير عشان يتعمل فيه ايه، ده مشوار. والله يا استاذ محمد سليمان دايما فاكرك بالخير وبدعي لك، يعني ربنا يكتب لك الخير يا رب ويديك الصحة ويحفظك يا رب. احلى متابعة من الجزائر يا باشا، احلى متابعة جاية من الجزائر، ربنا يبارك لك يا رب ودايما تفضل متابعنا كده وتستفاد معانا ان شاء الله. احنا كلنا اخوات وبنتعلم من بعض يعني. تيجوا نغير الاسطوانة مع بعض، ربنا يستر ما تفرقعش في وشنا. طيب يلا تعالوا، استنى اروح اجيب الاسطوانة وغير. جبنا التفلون والمفتاح، يلا بينا. ربنا يستر. خلي بقى الخط يملى كده شويه لحد ما ايه اوريكم الاسطوانه بتتغير ازاي، زيها زي اي انبوبه يعني. تمام. الموبايل وقع. الحمد لله قدر الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. حبيبي يا استاذ مينا منورني والله. طب انا اعمل ايه طيب؟ انا عايز ايه كده؟ بس دي الاسطوانه اهي هنفكها. شايفين كده؟ عارف النهارده ربنا يستر وايه البتاع ده يعدي على خير. بس ربنا يستر بقى والتليفون ما يقعش في الميه عشان ده محطوط على حوض كده، محطوط على حوض يعني. ربنا يستر. الموبايل ده لو حصل له حاجه انتوا اللي هتدفعوا ثمنه، ماليش دعوه. ربنا يستر. شايفيني كده؟ هي الاسطوانه حبيبي يا دكتور مينا، حبيبي يا استاذ احمد، الله ينور يوفقني. النبته الحمراء روجيوم. انهي نبته الحمراء؟ لا الحمراء اللي في نص الحوض دي الانتيرا روزنفوليا. دلوقتي نروح هناك ونتكلم تاني عن النباتات. بس خلصت. سموا الله يا جماعه وقولوا بسم الله ما شاء الله عشان الاسطوانه ما تفرقعش في وشنا. سموا الله سموا الله. استاذه مي حقيقي مش بتبخل في اي معلومه وبتشرح خطوه بخطوه، فبنتعلم برضه ونعرف الاخطاء بيحصل معانا. والله موضوع فعلا ربنا يبارك لك يا رب. موضوع ان انا ما اخليش الناس تقع في اخطاء انا نفسي بقع منها وبتعلم منها، ده موضوع مهم جدا بالنسبه لي. وببقى متضايق جدا لما الاقي حد ما وصلتلوش المعلومه ويقع فيها تاني. عشان كده دايما بقول للناس اعملوا شير يا جماعه لللايفات، اعملوا شير للحاجات، عرفوا الناس ان احنا بنعمل حاجه جديده.
عرفوا الناس ان احنا بنعمل حاجه، مش كل الناس عندي ومش كل السوشيال ميديا يعني تحت عندي انا في الصفحه. يعني الحمد لله احنا داخلين على 60,000 متابع، بس مش كده يعني. برضه الناس ايه ساعات بتبقى حد بياكل، حد نايم، حد معاه امر كده، حد معاه امر برضه ما يضرش كده يعني. سموا الله وصلوا على النبي. سموا الله وصلوا على النبي. احنا شغالين بأرواحنا دلوقتي. هقول لحضرتك حاضر يا استاذ انس، ثانية واحدة، ثانية واحدة بس اشيك بس على الاسطوانة وارد على الكومنتات اللي جت دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده، يلا بينا. خلصنا كده الاسطوانة بتاعتنا. تعالى بقى ناخد الموبايل اللي هيقع مننا ده. بس بصوا يا جماعة، حاضر 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 حاضر. تعالوا نشوف الكومنتات اللي جت. يا رب. تعال نشوف الكومنتات اللي جت. ده هنا. بسم الله ما شاء الله. عبد الله حبيبي منور اللايف يا استاذ عبد الله حبيبي. يا استاذ محمد، الاستاذ انس بيسال هل من الضروري غاز ثاني اكسيد الكربون؟ بص يا باشا، عشان انا عامل الحوض ده هاي تك، فبالنسبه لي الغاز مهم جدا. مش كل الاحواض عندي بحط فيها غاز، عشان خاطر الاحواض مثلا عندي احواض لو تك ملهاش غاز، تمام؟ بس عشان الحوض ده معمول على 80 اليومن. بص يا جماعه، عشان تبقى انتوا برضو ايه السؤال برضو ما هو مربوط. انا شغال على اضاءه 80 اليومن للتر. لو تيجي تحسبوا الحوض ده بالظبط عامل صافي ميه 80 لتر. لطيف. طيب انا شغال هنا على 8 لمبات 9 واط اللي هي 900 اليومن. جميل. يبقى هنضرب ال8 في ال900 هيطلعوا كام؟ الناس بتوع الرياضه احسبوا كده، هيطلع رقم ده باليومن، تمام؟ هتاخد بقى عدد اليومن اللي هيطلع في الاجمالي من ال8 لمط اللي وضربتهم في ال900 اللي هي مقدار اللمبه الواحده، هيطلع لك العدد اللي انت هتقسمه على 80 لتر بقى بتاع الحوض. هيطلعوا في الاخر ان احنا شغالين على 90 اليومن. 90 اليومن ده رقم خزعبلي يعني، رقم كبير جدا، عشان هنا في نباتات هاي تك وادفانسد، فضروري ان احنا نشتغل بالغاز. تمام يا استاذ انس؟ تمام. طيب صلى الله عليه وسلم. طيب هتحط بقى المعالج بتاعنا. بص هو ده سيكم، بس وشغلنا الايه الدنيا. حبيبي يا سشوتس منور الدنيا. صبح يا ريس.
انا بس في هزه مش عجباني. تمام تمام حبيبي يا استاذ محمد، استاذ محمد مصطفى منور اللايف يا باشا. هنطلعه فوق شويه كده. بسم الله ما شاء الله، فادك الله وزادك من علمه، ربنا يبارك فيك وفي علمك، اللهم امين اللهم امين اجمعين يا رب. يا استاذ محمد الاسطوانه الواحده ممكن تشغل اكتر من حوض؟ طبعا انا عامل عندي توزيعات، انا وريتكم في استنى تعالى بص يعني. بص انا بجيب حرف تي زي ده بطلع منه، ده مشترك توزيع، في منه مزوج وفي منه رباعي وفي منه وفي منه ثماني تقريبا، في ثماني اهو. بصوا في رباعي، الرباعي اهو، ده الرباعي اهو، ده رباعي وده الزوجي. تعمل بقى انت مشتركات ايه توزيع عادي، تطلع عادي جدا. المشتركات دي موجوده زوجي. تمام تمام. رجع التليفون تاني في درج المعالج. الصورة كويسة يا جماعة ولا في أي بروبلم؟ السلام على الإنجليزي بتاعي. مش عارف هو في ايه. طب نبعد شوية، نبعد كمان، نبعد كمان. مش حلو أوي كده. تمام كده تمام. طيب تعالى بقى اطلع لكم الزرع. احنا هنسمد ان شاء الله الدنيا. تعالى بقى اوريكم الايه الزرع. بص انا كنت مرتب ان انا هحط جونكوز ريبنس في الظهر من ورا وشويه نباتات كده هدعم بيها الحاجات اللي احنا حطيناها. اوريكم دلوقتي هنعمل ايه. طيب دي اسمها لمنوفيليا اروماتيكا، دي لمنوفيليا اروماتيكا اهي. تمام. هناخدها نحطها جنب اللمنوفيليا اروماتيكا، نحطها هنا اهي. تمام تمام. طيب ودي اسمها لوجيا اركوتا، ما كناش حطيناها امبارح، اسمها لوجيا اراكوتا. الناس اللي اتعلمت الزراعه بالجفت اهو. تعالى اوريكم برضو ممكن نزرع من غير جفت. افرض انت ما عندكش جفت هتعمل ايه؟ هتعمل صباعك جفت اهو وتمسك بيها الزرعه كده. جميل جميل. الحوض ده ناوي تحط فيه سمك ولا لا؟ انا نزلنا جمبري خلاص، الحوض ده جمبري بس الموضوع ده بقى احط سمك ده لسه في يعني لسه شويه لما الحوض يستقر حبتين كده. وهنيجي نجيب النبته ونقول مثلا هننزل فين 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 فين. ممكن نحطها هنا او ننزل كده ونرجع. تمام تمام. شفت بقى ممكن نزرع من غير جفت عادي، بنعمل ايدينا وناخد النبته ونحطها. الخيار باربعه، مش عارف خيار اللي باربعه. دي جونكوز ريبنس اهي. انا شايفها دي نبته الظهر كويسه جدا، هنملى بيها المكان اللي هنا ده. ودي كمان واحده جونكوز ريبنس. النبت دي يا جماعه تقريبا مفيش غير عند العبد لله بس في مصر منها، يعني الحمد لله. نبته قيمه جدا وعزيزه عليا قوي، يعني طلع عيني فيها عقبال ما اقلمتها شويتين ثلاثه اربعه يعني. بس وجنب اختها هنا في الظهر ورا. تمام. بص شكلها عامله ازاي، حاجه اموره قوي يعني.
طيب نيجي بقى البنتينال اهي، هندعم بيها فين؟ في الجزئيه بتاعه البنتينال هنا ورا اهي. نحط بقى ايه كل حاجه جنب كل حاجه. هات الفيليا المشيانه دي كده هنا، نحطها هنا. في جونكوز ريبنز تاني اهي، نحطها في الظهر ورا جنب اخواتها. ادت منظر عاطفي قوي ورا في الظهر. الناس شايفه ولا الصوره بعيده؟ دي اسمها ايه دي؟ الانجلينا. ناخدها ونحطها جنب اخواتها هنا. دي بنتينال تاني، بيقولوا عليها ان هي اسمها لوجيا كوبا او لوجيا بنتينال، عادي يعني. تخش هنا جنب اخواتها. جونكوس ريبنز الثالث ورابع وخامس. هناخد هنا في الظهر برضه، وهنا في الظهر برضه. تمام تمام. في بنتينال تاني، مش عارف ايه حكايه البنتينال، هو انا ايه لقيت البنتينال كله. بس دي تعبانه شويه، انا جبتها عشان تعبانه نلحق. بص دي برضه ممكن نعمل النبته دي تيست لينا، ان احنا نشوف ايه اللي هيتم معاها في الدنيا اللي جايه دي. يا عم خلاص بقى عرفنا بقى الليمون ب4 جنيه بقى يا عم. دي لوجيا سوبر ريب ميني. احطها وليكن هنا. في واحدة كمان لوجيا سوبر ريد ميني. اهي اللي راحت فين؟ راح اقفل المايه بقى واجيلكوا عشان خاطر المايه هتغرقنا، عشان في لقطة جامدة جدي. في لقطة جامدة جدي دلوقتي هنعملها.
استروجين ريبنز هنعمل بيها بقى سكيب ابن لذينه. دي اسمها استروجين ريبنز. لا للاسف والله يا مي مش ببيع من الجمبري والله. الجمبري ده اصل زي عيالي كده. بص بقى، بص بقى هنعمل كده. نحط الاستروجين ريبنز هنا في مقدمة الحوض. النبتة دي برضو قلت في مصر جامد قوي. نبتة 100 جرام، هي قصيرة كده بتبقى كده. نبتة لذيذة قوي قوي، بعشقها عيش يعني. بص عاملة ازاي. وانا بروق كده لقيت حتتين هير فري برضه، نحطهم مع الهير فري اخواتها. شكلي كده مش هشتغل كاربت في الحوض ده، هشتغل نباتات 100 جراوند. يعني شكلي كده داخل في قصه ال 100 جراوند هنا وهنا. دي نباتات 100 جراوند تمام. والهيتونيا برضو 100 جراوند اهي. دي بقى نحطها هنا معانا. دي نبتة الهيتونيا. في حتة تانية اهي، دي اسمها هيتونيا اهي. بس هي عليها ضغط شوية. هناخد الهيتونيا وننزل بيها هنا. هنا كويس، هنا كويس، هنا كويس. شكلنا كده هنشتغل نباتات 100 جرام، مش هنشتغل كاربت في الحوض ده. بصراحة مش جاي معايا كاربت بصراحة يعني. نباتات ال 100 جرام ليها كده برضه رونق. انما الكاربت عشوائي، ليه عامل لك ضارب لك فوق وضارب لك تحت مش عارف. هي اذواق في الاول وفي الاخر يعني. انا عندي احواض اعملها كاربتات طبعا، الموضوع يعني مما لا شك فيه. تمام. معانا ايه تاني؟ معانا بسم الله الرحمن الرحيم. دي نبتة مجهدة شوية، مش باين لها ملامح، بس أعتقد إن دي مجهدة شوية. أنا لاحقها من الجهاد. أعتقد إن دي اسمها إيه؟ ناسي اسمها. عايز أحطها هنا. اسمها ايه يا ابني؟ والله العظيم الاسامي من امبارح رايحه في 60 داهيه مني. مفيش تركيز بربع جنيه. استنى هفتح لكم اسمها دلوقتي. اسمها رزق شويه. دي حتة توستر تورنيدو برضو تاني. استنى بقى عشان ايه، في حاجة كده قلقتني. دي التويستر تورنيدو تمام.
هناخدها نحطها جنب اخواتها. اخواتها اهو. طب تمام بقى، احنا عملنا ده كده، يبقى نجيب بقية الريبنز نحطها هنا بقى. فاكرين امبارح اللي كان معانا في اللايف احنا كنا حاطين ستروج الريبنز فوق، انا نزلتها معاكم تحت اهو عشان ايه نشتغل عليها مع بعض. في منظر عاطفي كده نخليه ورا بقى، لما تشد بقى وتبرع من اللي ورا دي نبقى نجيبها ننزلها قدام. ماشي حبيبي يا استاذ ايمن، منور اللايف يا باشا حبيبي. بس وهنجيب الميروفيليوم ريد دي ننزل بيها جنب اختها ورا هنا. طالما بقى قلنا هنشتغل بالجراوند، هات بقى اللوبيليا البطيخه دي، هات اللوبيليا البطيخه دي نحطها هنا. نحطها هنا عشان نعمل الماتشنج بتاع الالوان. الناس معانا ولا ايه؟ استنى اجيب شويه زرع تاني. الميروفيليوم جيانا دي شكلها من النباتات حساسه قوي 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 قوي. بقول كلمه قوي بقى منها لحد بكره يعني. حساسه قوي. هنحط كام عضو لوبيليا بطيخه ندعم بيها الحته دي. النبتة دي أصلها من النباتات اللي جذورها لما بتكبر بتبقى
اللايف قطع ورجع. انا جبت جونكوس ريبنز تاني. مش عارف، انا حاسس كده ان انا حطيت كتير قوي. النبتة دي لما بتكبر بتوصل لأحجام عملاقة يعني. بتحمر، بص بيبقى لونها أحمر زي ما انتم شايفين كده. بس كده تقريبا ده يعني ايه تصور مبدئي برضو لبعض الحاجات كده. احنا ماشيين برضو ايه خطوه بخطوه. هنيجي نسمد بقى الحوض بتاعنا. طبعا الناس اللي متابعه الاسمده بتاعتنا عارفه هي بتعمل ايه، بس عشان الناس اللي متعرفش، دي التوماهوك ده عناصر كبرى، في كل عناصر كبرى، نيتروجين وفوسفات وبوتاسيوم. ده عناصر صغرى، جميع العناصر الصغرى 9 عناصر موجودين هنا. ده الباتريوت اللي هو بتاع معزز الحماية للجذور وتقوية الساق. طبعا ده الحديد عشان خاطر موضوع تعزيز اللون واتمام عملية البناء الضوئي. النانو فانتوم ده اللي هو النانو تكنولوجي، أسمدة في شكل نانو لتعزيز التلوين. ودي البكتيريا بتاعت جروت باكت لتعزيز النمو وتثبيت الميه، بكتيريا نافعه بتزود وتعزز النمو بتاع النبات وكده يعني. انا فاكر ان في ناقص زرعه، استنوا كده هبص عليها تكون وقعت، عشان لو وقعت مني هتضايق. الحمد لله لقيت. راح فين الدفت؟ كنت لقيت حته لانترا روسفوليا، بس كانت داخله في مرحله ان هي تموت يعني. هنلحقها بقى ونجيبها هنا ايه جنب اخواتها. المهم نرجع بقى لمرحله التسميد. وده طبعا اللي هو السافيور في كل العناصر. لو انت بقى مش عايز كل الكلام ده فانت بتشتغل ايه بالضغط وده. بس على العموم يعني ايه هنحط بس الجروب ده بتاعنا. تمام. وهنحط عناصر كبرى برضو.
عناصر صغرى اهو. نحط من البادج ده شوية كده. نحط من الحديد. النانو فانتوم. بس احنا كده حطينا ايه معظم الأسمدة المتعارف والغير متعارف عليها. انا ما بستخدمش جلوتر الدهايد اللي هو الكربون السائل عشان مش ناقصين قلق، ودايما ما بنصحش باستخدامه. اسمه كربون سائل ده عشان خاطر الطحالب، مش عشان خاطر اعزز نمو الزرع. الكلام ده غلط، دي بدعه تجاريه اتكلمت فيها قبل كده كتير قوي. جلوتر الدهايد الكربون السائل ده ماده كيميائيه مطهره عشان احارب الطحالب واطهر الحوض، تمام؟ مش كربون او ثاني اكسيد الكربون، ملوش دعوه. الكلام ده بدعه تجاريه، الكلام ده اتكلمنا فيه كتير قوي. بس ده التحديث بتاع النهارده. ايه رايكم كده؟ الحوض واضح ولا ايه؟ تعالوا نقلب الكاميرا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. ده هنا كده بقى ايه الحاجات الجديده اللي احنا حطيناها النهارده اهي، تمام؟ حطينا نباتات ميد جراوند وتونيا وستيروجين ريبنز. لا الجمبري الحمد لله مستقر يا تونيا، الحمد لله. الجمبري فين؟ الجمبري فين؟ والله عشان ايدي كانت موجوده في الميه فاكيد هو مفزع مني. لو لقيناها هعمل لكم زوم دلوقتي حالا حالا. فين والله كان موجود هنا، مش عارف راح فين. انا منزل كميه امبارح جوه اهو، قاعد جوه عند النباتات الجديده اللي نزلت اهو. كانت في واحده لقطتها هنا اهي، شفتوها اهي. فالحمد لله اهو في اهي واحده جوه كمان اهي اهو. قفلكوا اهي تتحرك اهي. فده المنظر العاطفي اللي احنا عملناه. ما شاء الله هما بيرزق حبيبي يا باشا، ولك المثل، الله يبارك لك يا رب. وده المنظر بتاع الهيل فري، وده منظر صحة النباتات بتاعتنا الحمد لله. بس ده التحديث بتاع النهارده. يا رب يكون الفكره اللي انا عاملها من ورا دي عجباكم، بتاعت الجونكوز ريبنس والفيسفوس. يا رب يكون بس ده اختيار موفق ليا يعني، وان شاء الله يعجبكم باذن الله. بس لحد هنا بقى كده
اعتقد كده احنا النهارده عملنا حلقه دسمه جدا. على فكره الحلقات بتاعه اليومين اللي فاتوا نزلت على قناه اليوتيوب وعملناها موسم خامس. كان في حد صديق ليا كلمني وقال لي الموضوع ده، وانا بصراحه شايف ان الكلام ده صح يعني. انا بس في حاجه مزولاني، ان البنت تفيده مزولاني في الحته دي، في التيار عليها قوي جدا وهي متزاوله، فعجبها احطها هنا. البت تفيده متزاوله مزاوله وحشه قوي. بس جبتها هنا اهي، خليها هنا في النص كده. يا رب يكون اختياري للنباتات موفق يعني، والذوق عاجبكم. واللي عنده برضو اي اقتراح او اي معلومة عايز يقولها انا تحت امره. ما تنسوناش يا جماعة بالتفاعل على بص المنظر من فوق اهو. استنى افصل لكم الفلتر. ده المنظر من فوق اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك يعني. ده المنظر بقى ايه، بقت التوزيعة من فوق اهي. ان شاء الله صحة النباتات دي تظبط كده، بس عشان الحر كان مبهدل الدنيا مع الزرع جوه. ونبتدي نشوف بقى، نتابع النموات اخبارها ايه، والزرع هيروح بينا فين ويودينا فين ويجي بينا فين والحاجات بقى اللي انتوا فاهمينها دي كلها. الحته دي لو ظبطت زي ما انا زي ما انا متخيل، هتعمل ماتشنج ابن لذينه، هتعمل ماتشنج ابن لذينه اهو. بس كده جماعة. اللوجو بتاع شريمب كورنر انا حاطه على الحوض ده عشان انا بعتز جدا باللوجو ده، بعتز بيه قوي 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 يعني. الناس اللي عارفه شريمب كورنر عارفه البدايه كانت جايه ازاي يعني. لحد هنا واللايف بقى يكون انتهى. يا رب اكون قدرت اوصل معلومه الناس تكون استفادت. النهارده الحمد لله يعني انا راضي عن الحوض، ربنا جابرني. برضو في هنا زرع انا شايف من فوق ان هو احمر وابتدى يشد حلو. اليومين اللي جايين ده اكيد هيحصل فيه تطورات قويه، لان النهارده هيبقى عتبه حاجات كتير. النهارده سمدنا، نزلنا نباتات جديده، في نباتات ابتدت تاخد وضعياتها. نقول كده ان شاء الله يعني ايه، ربنا يوفقنا باذن الله. يلا اسيبكم بقى، وكفايه عليكم كده النهارده. وما تنسوناش في الدعم المعنوي والتفاعلي والبهنسي. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.